السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفور لوب، وده نوع من أنواع التكرار عندنا في السي أو طريقة من طرق التكرار عندنا. خلينا الأول نعمل ريفيجن سريع كده أو نعمل مراجعة سريعة على الوايل لوب والدو وايل لوب، بعد كده ناخد الفور لوب بسرعة. طيب، وايل لوب اتفقنا إن أنا بقول له طول ما الكونديشن اللي هنا دي ترو، طول ما اللي هنا ده بواحد بيديني حاجة صح، تمام، الكونديشن ده تمام بالنسبة لي، خش واعمل لي كود اللي ما بين التو براكتس دول. طيب ده بالنسبه للوايل لوب، دي الطريقه اللي هو ماشي بيها. يبقى هو اول حاجه بيتشيك الكونديشن، بعد كده يخش يعمل الكود. الكونديشن بتاعي تمام، خش يعمل الكود، مش تمام مش هيخش يعمل الكود. طيب الدو وايل لا، هو على الاقل بيعمل الكود مره واحده. فعملنا المثال بتاع الفاليديشن بتاع الايدج، اللي انت ما شفتش الحلقه اللي فاتت شوفها. آه لو انا دلوقتي عندي بطلب من اليوزر بتاعي ان هو يقول لي عمره قد ايه او كده، فما ينفعش يديني رقم نيجاتيف ولا ينفع يديني رقم مثلا اكبر من 100. فبالتالي بخش الاول لازم اعمل الكود مره واحده، بحيث ان انا اقدر اطلب منه على الاقل مره واحده، وبعد كده بعد ما بعمل الكود ببدا اتشيك الكونديشن. يبقى الفرق ما بينهم هنا، انا هنا بتشيك الكونديشن بعد كده اعمل الكود، هنا انا بعمل الكود وبعد كده بتشيك الكونديشن. هنا على الاقل مره الكود بيتعمل، لازم على الاقل اقل حاجه مره الكود بيتعمل، لان هو بيمشي بالسيكونس. يخش على الدول الاول يعمل لي دول، بعد كده يتشيك، لا الكونديشن تمام يقوم طالع عامل تاني، لا الكونديشن تمام يقوم طالع عامل تاني. طيب لا الكونديشن مش تمام يقوم نازل تحت هنا يعمل ايه، other code مثلا. طيب خلينا دلوقتي نتكلم على الفور لوب. ايه فكرة الفور لوب؟ هي طريقة من الطرق اللي بنستخدم فيها التكرار في السي، بس الموضوع هنا مختلف شوية واحتياجاتنا بتبقى يعني على حسب احتياجك هتستخدم يعني احنا زي ما احنا قلنا فوق هنا في لازمه لفكره الدو وايل، ان انا فعلا ساعات بحتاج ان انا اعمل الكود على الاقل وانس، مره واحده لازم اعمله. زي مثال الفاليديشن او مثال اللي هو ايه، ان انا بتاكد ان العمر اللي جالي ده صح، فلازم اعمل الكود مره واحده واقعد اعمل تكرار. بس كده كده احنا متفقين ان في الاخر كل الحاجات دي لها علاقه بايه، بالتكرار. طيب من غير ما نضيع وقت خلينا نخش على ازاي بعمل ديكلاريشن او ازاي انا بعرف الامبلمنتيشن بتاعت خلينا نسمي دي implementation. طيب ازاي بعمل implementation للفور لوب؟ بكتب فور بالمنظر ده، بعد كده بكتب initial condition int i بتساوي 0، بعد كده اقول له الكونديشن بتاعي، يبقى هنا الانيشال فاليو للاي بتاعتي دي او اكس او ايا كان الفاريبل بتاعي. بعد كده بقول الكونديشن بتاعي اي اقل من 10. دلوقتي احنا هنعمل نفس الحركه اللي عملناها اللي هي بتاعت الطباعه، اي بلس بلس. طيب هقول له هنا هناخد نفس الكود اللي كنا كاتبينه فوق هنا، بس من غير الاكس بلس بلس، ونعمل كده بالمنظر ده، بس بدل ما يطبع اكس هيطبع ايه، هيطبع لي اي، لان انا شغال على فاريبل جديد هنا. طبعا ما ينفعش ان انا اعرف تو فاريبلز بنفس النيم، الكلام ده مش منطقي. خلونا نشيل الكلام ده خلاص بتاع الريفيجن، خلصنا بالاذر كود دي خلاص. جميل، كتبنا الفور لوب بتاعتنا. المفروض الفور لوب بتاعتي دي تديني برضو من 0 ل 9 زي ما احنا متفقين. نرن البرنامج بتاعنا. طيب اهو بالمنظر ده اداني من 0 لحد 9. طيب ايه الفرق هنا؟ دلوقتي انا قلت له فور لوب، الفور لوب بتاعتي دي الامبلمنتيشن بتاعتها او انا بكتبها ازاي، انت اي بتساوي 0، تمام، يبقى دي البدايه بتاعتي، هبدا من اي بتساوي 0، تمام، او ممكن ابدا من اكس بتساوي 0، من زد بتساوي 0، من اي فاريبل، من ايج بيساوي 0، ايا كان مسمى الفاريبل اللي انت عايزه، بتحط هنا الانيشال فاريبل، الانيشال فاليو بتاعته. طيب او الرقم البدايه بتاعته او اول حاجه هيبدا من عندها هي ايه. بعد كده بحط الكونديشن بتاعتي هنا، بعد كده بحط الانكريمنت او الديكريمنت. طيب يعني ايه انكريمنت؟ يعني الزياده بتاعتي او النقصان. ممكن هنا اقول اي ماينس ماينس. خلينا نعملها بطريقه تانية عكس الوايل اللي فاتت. هنا انا هبدا من اي بتساوي 10، تمام، دي البدايه بتاعتي. بعد كده هنا اقول اي اصغر من الصفر. كده المفروض يطبع لي 10 9 8 7 6 لحد ما يوصل لواحد. طيب هنا انا قلت له اي ماينس ماينس، معناه ان هو هيفضل يماينس يماينس. خلونا نرن اللي احنا كتبناه ده نشوف هيطلع لنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما طلع لناش حاجه، في مشكله عندنا هنا. فور انت اي بتساوي 10 لاي اقل من الصفر، طول ما الاي اقل من الصفر يفضل شغال.
لا، طول ما الاي اكبر من الصفر، انا اسف دي غلطة عندي. نبدأ نرن. ايه طبعا هنا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. طيب يبقى دلوقتي ايه اللي بيحصل، او ايه السيكونس بتاعي، إيه بيشتغل ازاي، هاو ات وركس. خلينا كده نجيب الصورة بتاعتنا دي. اول حاجة بيشوف الاكسبريشن اللي انت كاتبها هنا، هي الانيشال فاليو، بيتشيك على الانيشال فاليو اللي هي الحاجة اللي انا بدأت بيها. فانا هنا بدأت قلت له ايه، ابدأ لي من عند الاي بتاعتي بتساوي 10. طيب تاني حاجة بيشوف الكونديشن بتاعي، هل الاي بتساوي 10 دي اكبر من الزيرو؟ اه اكبر من الزيرو. طيب جميل جدا، يبقى احنا كده فيرست ستيب تمام والسكند ستيب تمام. بعد كده يخش يكتب الكود او ينفذ الكود. تمام. بعد كده اخر خطوه ان هو يروح يعمل الاكسبريشن الثالثه اللي هي ايه، الاي ماينس ماينس، اللي هي الانكريمنت او الديكريمنت، اللي هو هيبدا ان هو يعني ينقص لي من الاي دي كل شويه. ان هو بدا ب 10، بعد كده قام شايف ال 10 دي اكبر من الزيرو او اكبر من الزيرو، خلاص يبقى اطبعها لي، عمل الكود اللي هنا وخلاص. يبقى هنا خلينا نكتب هنا كود مثلا كده بالمنظر ده، هيعمل الكود ده كله. طيب ايا كان الكود اللي انت كاتبه ده، ممكن تبقى كاتب حاجات اكتر من كده بكتير، ممكن تحط اف كونديشن، ممكن تحط اللي انت عايزه، مفيش مشكله. طيب هينفذ الكود بتاعي هنا. بعد كده يبدا اخر خطوه ان هو يعمل لي ايه، ديكريمنت، فتبقى الاي بتاعتي هنا لما عملت اي ماينس ماينس بقت الاي بتاعتي بتسعة. بعد كده يقوم رايح هنا دي بقت بتسعة، خلاص تاني خطوه تبقى بتسعة طول ما هو ماشي بيعمل كده. طيب هيتشيك هل التسعة دي اكبر من الزيرو او اكبر من الزيرو، خلاص يبقى هو اخد التسعة اكبر من الزيرو، يقوم عامل الكود طالما الكونديشن تمام ترو مفيهوش مشكله. بعد كده يقوم يعمل ماينس ماينس، فتلاقي الاي بتاعتك بقت بتمانية. هل التمانية اكبر من الزيرو؟ اه اكبر من الزيرو، خلاص يبقى احنا كده خلصنا اول تو كونديشن. يقوم داخل في الحاجه او اول تو اكسبريشن، اول جملتين انت عاملهم تمام مفيهوش مشكله. لا الكونديشن بتاعك اي اكبر من الزيرو ده تمام، يقوم داخل عامل الكود. طيب بعد كده يقوم عامل اي ماينس ماينس. طب لو لقى مش تمام، مش هيدخل يعمل الكود، بتقف خلاص بيطلع من اللوب بتاعك. طيب خلينا نبص عليها تاني. يبقى اول حاجه بيتشكل الانيشال فاليو بتاعتك اللي هي الفيرست ستيب دي، اللي هي انت اي بتساوي زيرو مثلا او 10 او 20 او ايا كان، انت بتحط رقم بدايه. بعد كده تاني حاجه بتحط كونديشن بتاعك، ايه الحاجه اللي انت تقدر اللي هو يتشكل كونديشن يشوف هو هيفضل شغال لحد امتى، لحد طول ما الكونديشن دي ترو بيفضل شغال. بعد ما يتشكل الكونديشن يخش يعمل هنا الكود بتاعك. بعد ما يعمل الكود بتاعك يقوم يعمل اخر حاجه هنا ستيب اللي هي رقم 4، يبدا ان هو يزود او ينقص. ممكن اقول اي بلس بلس او اقول اي ماينس ماينس، ممكن نسميها اكس، ممكن نسميها اي حاجه، طبعا مش قضيه. طيب يبقى احنا كده عرفنا الامبلمنتيشن بتاعت الفور لوب، وعرفنا ازاي بيشتغل. طيب لو تفتكروا قبل كده في الاريز احنا جينا اتكلمنا قلنا ايه، كنا عمالين نعمل سكان 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 سكان. فلما جينا عملنا مثلا نفس المثال اهو، قلت انت زي مثلا، عملنا اري اسمها زد فيها 5 اماكن لو تفتكروا. طيب لما جينا نملاها، فقلت ان انا باجي اعمل سكان اف بالمنظر ده برسنتج دي، وبقول له هنا حط لي ايه، امبرساند الزي اوف مثلا زيرو، نبدا بالزيرو. وكنا بناخد الكود ده بالمنظر ده كده ونقوم نكرره 2 3 4 5. طيب زد في 1، زد في 2، زد في 3، زد في 4. طيب لما اجي دلوقتي عايزه برنت، كنا بنعمل ايه، بقول لك برنت، نحط هنا برسنتج دي باك سلاش ان. بعد كده قلنا اطبع لي ايه، الزد في 0 بالمنظر ده. طيب عايزين نطبع كل الاليمنتس بتاعت الزد بتاعتنا، نعمل المنظر ده 5 مرات. نبدا هنا نحط 1، نبدا هنا نحط 2، نحط 3، نحط 4. طيب دلوقتي انا لو جيت عملت رن للبرنامج بتاعي ده، هيطلب مني القيم. احنا كنا عاملين 20 30، انا غلطت هنا حطيت 3 مش مشكلة. بعد كده 40 50 60. بعد كده هيطبع لي اول حاجات اللي انا دخلتها، هيطبع لي هنا 20 20 30 40 50 60، او هنا طبع 3 لان اديته 3. طيب انا في غنى عن ان انا دلوقتي عندي كود عمال اكرر فيه لو انت شايف المنظر ده. طيب قلت في الحلقة بتاعت الاريز ان احنا بنستغنى عن الكلام ده بالفور لوب. فبكل بساطة انا ممكن اعمل كده عشان اعمل سكان او املى، بقول فور انت اي بتاعتي بتساوي 0، او بلاش اي خلينا نسميها اندكس بيساوي 0. يعني انا بقول له الاندكس بتاعي هيبدا من الزيرو. بعد كده اقول له طول ما الاندكس بتاعي ده اي اقل من 5، يعني هو هيفضل يلوب او هيفضل يعمل الكود بتاعي لحد ما الاي بتاعته اول ما يلاقيها ب5 يقوم خارج. بعد كده هنا نقول اي بلس بلس زود لي الاي بتاعتي. هنعمل ايه، هنعمل سكان اف بكل بساطه كده برسنتج دي، ونكتب هنا ايه، زد of
الاندكس بكل بساطه. يبقى ايه اللي هيحصل عندي؟ اول حاجه هيخش هنا ايه؟ الاندكس اوف زيرو. الاندكس عندي بزيرو، هيقوم يشوف هل الزيرو اقل من 5. زيرو اقل من 5، يبقى اللي هتعمل له سكان حطه لي في الزد اوف زيرو، لان انا عندي الاندكس كان بزيرو. بعد كده يقوم يزود الاندكس، خلينا هنا نسمي دي اندكس عشان دي افضل. طيب زود الاندكس، بقى الاندكس بتاعي بواحد. جميل. هل الواحد اقل من 5؟ الواحد اقل من 5، يقوم يعوض هنا مكان الاندكس بواحد، ويوم القيمه اللي هياخدها يحطها في الواحد. طيب بعد كده هيجي يتشيك، بعد ما بقى واحد هيبقى باتنين، عمل له بلس بلس. طيب بقى باتنين، هل الاتنين اقل من 5؟ الاتنين اقل من 5، يبقى يحطها لي في زد اوف 2. القيمه اللي هو عايزها، اللي انا عايز اخدها من اليوزر هحطها لي في زد اوف 2. طيب وهكذا تكرار عادي، مفيش اي مشكله. يبقى هو بيبدا يعوض عن قيمه الاندكس دي كل مره في الاري بتاعتي، بحيث ان انا ما اقعدش اكرر الكود. بدل ما اقول هنا زد اوف 0 و1 و2 و3 و4، لا انا هكتب اندكس، والاندكس دي عندي هي بتبدا ب0، وبعد كده بتبقى ب1، وبعد كده بتبقى ب2 و3 و4، اول ما بتبقى ب5 خلاص، لان انا ما عنديش اندكس ب5. طيب عايز اطبع الكلام ده، هعمل فور انت i بتساوي 0، i اقل من 5 سيمي كولون i بلس بلس، اقول له اعمل لي الكود ده. عايز اعمل برنت، ده برنت بيتكرر عندي، حاجه بتتكرر فبستخدم لوب باك سلاش ان. بعد كده هكتب هنا ايه؟ هكتب هنا اطبع لي الزي اوف i ايا كان اسم الفاريبل. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ هياخد لي اطبع لي الاول الزد اوف 0، هيعوض لا عندك الاي بزيرو الاول، هل الزيرو اقل من 5؟ اقل من 5، فيقوم يطبع هنا ايه؟ يعوض بالاي اللي هي بزيرو ويطبع. بعد كده يقوم نازل سطر، ويقوم خلاص الاي بتاعتك بقت بواحد، هل الواحد اقل من 5؟ وهكذا يفضل بقى ماشي من 0 لحد 4. اول ما يبقى ب5 يقوم طالع. فبالتالي ده الكود اللي احنا كتبناه دلوقتي ده هيغنينا عن كل اللي احنا عملناه من شويه. عندنا هنا مشكله معينه، السكان اف طبعا ما تنساش الامبرساند. خلونا نبلد ونرن. في هنا مشكله، هنا المفروض ابقى كاتب اندكس. انا متعود دايما لما بنيجي نكتب الفور لوب نكتب اي، فدماغي مش واخده بالها من اللي بيحصل. طيب هنحط 20 30 40 50 60، هيطبع لي 20 30 40 50 60. وبكده نكون خلصنا كل الحاجات او الطرق اللي انا اقدر اعمل بيها تكرار في السي. عملنا الوايل لوب، وعملنا الدو وايل لوب، وعملنا الفور لوب، وادينا مثال على كل واحد منهم، وقلنا على الاختلافات ما بينهم، وقلنا السيكونس بيمشي ازاي. فقلنا في الوايل لوب بيتشيك الكونديشن بعد كده يخش الكود. وقلنا في الدو وايل بيعمل الكود الاول بعد كده يتشيك الكونديشن، لو الكونديشن تمام بيكمل ويطلع للدو تاني، لو مش تمام ما بيكملش. وبعد كده قلنا الفور لوب ان هو بيشوف الانيشال فاليو بتاعتك، بعد كده بيتشيك الكونديشن، بعد كده يعمل الكود، بعد كده يعمل الانكريمنت او الديكريمنت. على فكره ممكن في الاول وفي الاخر كده كده يعني كلهم بيغنوا عن بعض. يعني انت ممكن تلاقي الا على حسب مثلا حاجه زي الدو وايل ممكن تفرق معاك في حاجه زي الفاليديشن زي ما قلنا، بس ممكن تلاقي ان الموضوع ممكن حاجه انت تعملها بوايل وفي نفس الوقت تعملها بفور، مفيش اي مشكله. المهم ان انت التكرار بتاعك بيحصل. زي ما طبعنا من 0 ل9 بالوايل، ممكن نطبع من 0 ل9 بالدو، ممكن نطبع من 0 ل9 بالفور، مفيش اي مشكله خالص. بس زي ما قلت لكم دي طرق مختلفه بنقدر نعبر بيها عن التكرار، وفي شويه اختلافات بسيطه في السيكونس بتاع الكود بيمشي بيه. طيب في عندنا موقع هنا اسمه c4learn.com، هحطه لكم في الديسكريبشن تحت. الموقع ده بكل بساطة يعني بيحط شوية معلومات زيادة، أو تعتبر الدوكيومنتيشن بتاعتك، اللي هو لو احتجت تشوف طريقة implementation لحاجة معينة، syntax مش عارف ايه، حاجة معينة لها علاقة بالسي، تقدر ان انت تخش هنا تشوف الكلام النظري كله او طرق الكتابة وهكذا. عندنا كذا نوع من الفور لوب. ممكن تبقى ستيتمنت واحده، يعني هتكتب جمله واحده، سطر كود واحد بس بعدها، زي ما عملنا في الاف. كنت بكتب مثلا الاف بتاعتي ومش لازم افتح البريسز وكاتب على طول حاجه واحده، او الالس او الالف او الالس اف. طيب هنا لو عندي اكتر من ستيتمنت بحتاج ان انا احط بريسز. هنا لوب من غير بادي، يعني ملوش حاجه معينه. يعني مثلا هيفضل ان هو هنا هيفضل الاي بزيرو، بعد كده هتبدا تكبر 1 2 3 لحد ما بيخرج من اللوب ده من الاي بتساوي 10 بس. فهنا بتحط سيمي كولون زياده وهكذا، شويه حاجات. يعني غالبا انت بتستخدم اللي هو ده، ولو انت هتعمل وان ستيتمنت بتستخدم ده بس. شكرا، واتمنى تكون حلقه مفيده.